كم واحد فينا شاف مريض بيجيله جلطة في القلب ماشي في الشارع ويقع فجأة يروح يحلل يلاقي عنده سكر؟ مشكلة مرض السكر اللي بقى موجود في العالم كله، بقى ايبيديميك، بقى منتشر في العالم كله بشكل مرعب جدا. احنا بقينا رقم 7 على العالم، تقريبا 40% من المصريين عندهم سكر. فدي حاجة كلنا لازم ناخد بالنا منها، لازم كلنا نروح ندور على السكر. حتى سنة 2022 في الADA كله رفع الانتباه اللي احنا لازم نحلل سكر لكل واحد اكتر من 35 سنة عنده سمنة، معامل كثافة الجسم اكتر من 25، عنده ضغط او عنده قلب، لو سيدة كانت حامل وعندها سكر قبل كده لازم تحلل سكر، لو ست عندها تكيس في المبايض لازم تحلل سكر. فاخر ADA 2022 اللي هو مؤتمر السكر في امريكا قال ان معظم الناس فوق ال 35 لازم يروح يحلل سكر عشان نمنع ان السكر يبريزنت او يجي لنا بمضاعفات السكر. ممكن تبقى جلطه في القلب، ممكن تبقى سكته دماغيه، ممكن واحد يبطر رجله. البتر نتيجه القدم السكري بقى رقم 2 في العالم بعد الحوادث. فشيء مهم جدا، لازم مريض السكر يعتني بقدمه، لازم يعتني بقلبه، لازم يعمل فحص للكلى، فحص العين، لان مضاعفات السكر هي اكتر حاجه بتيجي في بدايه السكر.